بعد 5 سنين جواز دخلت بيتي وبفتح باب اوضتي، واتفاجئت ان انا لقيت في حضن مراتي راجل من اقرب الناس. وقفت في مكاني مش عارف اعمل ايه. الصدمة بجد شلتني، وعلشان كده انا جاي احكي لكم الحكاية من البداية للنهاية. تابعوا قصتي واوعوا تعملوا غلطتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في قصة وحكاية جديدة من حكاوي شيرين المصري. النهاردة هحكي لكم القصة من بلكونة بيتنا. أنا اسمي أمير، متجوز من 5 سنين. اتعرفت على هناء مراتي في فرح. كنت رافض فكرة الجواز تمام، وده بسبب قصة حب قديمة قوي. ميادة أول بنت حبيتها، كنت بموت في التراب اللي هي بتمشي عليه، وكنت مستنية اللحظة بس إن هي تبقى معايا فيها. لكن الحياة فرقتنا عن بعض، أسباب مش عايزة أفتكرها. ومن بعدها وأنا بقيت متعقد، وعمالة أقول أنا عايز واحدة تبقى بنت ناس، بنت ناس طيبين ومحترمة، وأهم حاجة الأخلاق، أهم حاجة أهلها، أهم حاجة العيلة. أنا مش هتجوزها هي وخلاص. لحد ما كنت في فرح واحد من صحابي، كان مليان بنات كتير جدا، بنات زي القمر. بس أنا أول عيني ما وقعت على هنا، اتبرجلت لدرجة إن أنا رحت أسأل العريس نفسه اللي هو صاحبي في وسط الفرح بتاعه عنها. لقيته بيبصلي كده باستغراب وبيقول لي جارية جدع، أنا عريس النهاردة، سيبني دلوقتي. قلت له بس أنا عايز أعرف دي مين. شاورت له عليه وقال لي دي هنا، هبقى أكلمك بعدين. وسبته هو بقى لعروسته، وفضلت طول اليوم وأنا مشغول بيها لحد ما روحت وحكيت لأمي عليها اللي طارت من الفرحة. ما أنا رافض الجواز ومش راضي أتجوز، ووصلت ل30 سنة وأنا شايل فكرة الجواز دي من دماغي. كان عندي الحمد لله شغل ثابت، وكان عندي شقة وعفش وكل حاجة، بس متعقد بعيد عنكم. المهم تاني يوم على طول اتصلت بصاحبي وقلت له أنا مش هحلك النهاردة غير لما أعرف كل حاجة عن البنت دي. مالك يا ابني، في ايه؟ ده أول ما شفتها اتجننتي بيها كده ليه؟ مالك يعني، مش عوايدك؟ قلت له يا عم انا عايزه اتجوز. معرفش، اول ما شفت البنت دي حسيت براحه، راحه مش طبيعيه في وشها، في نظراتها، في عينيها. قال لي ماشي، بس هنا دي انا عايزه اقول لك ان هي بترفض طوب الارض. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هنا ديت بتبقى صاحبه اختي، والبت دي بيجي لها عرسان كتير قوي، وهي بترفض كله، وقاعده في البيت وما بتشتغلش. بس انا مش عارف دنيتها ايه وليه بترفض العرسان، الله اعلم. قلت له مالكش دعوة، هتقولي على عنوانها وبيتها، وهم ناس مبسوطين، ووالدها موظف محترم في شركة قطاع خاص برضو محترمة. عرفت كل التفاصيل عنها ورحت على أمي وأبويا جري، هي دي اللي أنا عايزة. طب يا ابني ربنا يسهل. أقول لهم مفيش الكلام ده، أنا هاخدها يعني هاخدها. قالوا لي يعني إيه يعني؟ مش بتقول بترفض؟ قلت لهم احنا كده كده هروح. قالوا لي ماشي يا حبيبي هروح وكل حاجة، بس احنا عايزينك تبقى هادي وراكز، عشان انت شكلك كده مش على بعضك، هو في ايه؟ انت تعرفها قبل كده؟ قلت لهم والله العظيم اول مره اشوفها في الفرح. المهم عرفت كل حاجه ورحت فعلا لحد باب بيتهم وخبطت، وفتح لي راجل محترم وقور طويل عريض. كان مين؟ كان ابوها. طبعا كنت واخد صاحبي ده وخليته يجي معايا مخصوص، وقلت له اهلي قالوا له شوف المواعيد وشوف الدنيا، وانا بصراحه مكسوف كده بعد الكلام اللي اهلي قالوه لي، عايزه اروح اضمن الكلام. وخدت صاحبي ورحنا. سلام عليكم يا حاج سعيد. قلت له حضرتك استاذ سعيد، انا اسمي امير. وقلت له على كل حاجه عني وانا واقف على الباب. طب يا ابني اتفضل، طب انت مين وعايز ايه؟ فرح صاحبي قايل له إيه امير جاي عايز يتقدم لهنا. شافها بفرحه عم سعيد وهيعبطني ويجنني، وبيقول لي تعالى وديني تعالى وديني، وانت عارف ان لسه عريس ولسه متجوز، فانا وصلتكم ببعض اهو، واستاذنكم انا بقى. بصيت لصاحبي كده وكنت هترشق، بس سبته يمشي ودخلت وقعدت مع الحاج سعيد. قلت له هو استاذ سعيد انا داخل البيت من بابه، انا شفتها واعجبت بيها، والكلام اللي بيتقال في الكلام ده. فلقيت الراجل نظراته كده غريبة ومريبة، وكأني بطلب منه حاجة غريبة. خير يا استاذ سعيد، في ايه؟ قال لي بص يا ابني انا ارتحت لك، وحاسس ان انت صادق، ونظراتك كلها وطريقتك بتقول ان انت فعلا شاري بنتي، بس انا عندنا مشكلة وانا قلبي اتفتحت لك وعايز احكيها لك. فقلت له خير يا عمي، مشكلة ايه؟ ده حد انا اول مرة اشوفه، وهي شفتهاش الا مرة. وطبعا في الوقت ده لما قلت له خير يا عمي مشكلة ايه، راح منادي عليها ودخل وجابها وطلع. سلمت عليا وكانت بتبصلي بقرف ومن فوق لتحت، وبعد كده دخلت تاني جوه.
قال لي: انا كنت بس لازم اجيبها الاول تشوفك وتسلم عليك وبعدين اقول لك المشكله. اتفضل يا عم، انت قلقتني والله وكان قلبي واكلني وانا ما اعرفهاش اصلا. خير. قال لي: الصراحه يا امير يا ابني، انا بنتي فقدت عذريتها وهي صغيره. نعم، زي ما بقول لك كده يا ابني، علشان كده بترفض كل العرسان اللي بيجولها. هنعمل ايه؟ ما هو مفيش حد برضو هيقبل بحاجه شبه كده. بنتنا محترمه. قلت له: عارف يا عمي، انا سالت وكل الناس بيقولوا عنكم احلى كلام. انا جايه على السمعه والله. ده غير طبعا ان انا اعجبت بيها طبعا، بس سمعتكم سابقاكم والناس كلها بتتكلم عنكم ان انتوا عيله محترمه وفي حالكم. وهنا دي عمر ما حد لمحها بس بتكلم واحد. قال له: ديك عرفت يا ابني. والله هو ده اللي فعلا زي ما بتقول احنا كده. بنتي حصلت لها حادثه كده وهي صغيره وفقدت عذريتها، وحبيبة قلبي حرمت نفسها من الجواز وقالت: أنا عمري يا بابا ما هضحك على حد ولا أخطح حد، وبعدين هتجوز ازاي كده؟ فأنا مش عايزة أتجوز واخدة حد وأظلمه معايا، محدش هيقبل بيا. لقيت نفسي معرفش الراجل ده سحرني ولا عمل لي ايه. فكرت بالظبط 5 دقايق، 5 دقايق، وبعدين رحت قايل له: أنا موافق يا عم، أنا متأكد إن هي بنت كويسة وعلشان كده أنا على أتم الاستعداد إن أنا أتجوزها بالوضع ده. قال لي: أنت متأكد يا ابني؟ طب وأهلك؟ قلت له: لا 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 لا، أهلي مش هيعرفوا أي حاجة. إحنا هنيجي وهنتقدم وهنتخطب وهنتجوز عادي جدا، لكن هم أنا مش هقول لهم أي حاجة قدامهم. هي هتبقى بنت عادية جدا، هخطبها واتجوزها، لكن أكيد أنا مش هروح أقول لأهلي حاجة من دي، ولا إيه؟ قال لي: والله يا ابني اللي انت عايزه، انا كنت صريح معاه. قلت له: ما هي صراحتك دي يا عمي هي اللي خلتني اثق فيك، لان انتوا ببساطه كنتوا ممكن تضحكوا على اي حد. قال له: اهو والله يا ابني ما ارتحت الا ليك انت، وده طالع مش من فراغ. اصل انت وشك سمح وباين عليك ان انت طيب، وباين عليك ان انت شخص محترم. خلاص يا ابني، على خيرة الله. قلت له: طب استأذنك بقى اسلم عليها، سلم عليها بس كده واشوف برضو رأيها ايه. دخل، غاب نص ساعة، نص ساعة وأنا قاعد في مكاني مرتبك، عمال أعرق وعمال أبص في الموبايل عامل زي العيال الصغيرة، معرفش ليه. المهم بعد كده طلعوا قعدوا معايا. باباها اتكلم قدامها إن احنا الاتنين هنرتبط وإن هجيب أهلي والكلام ده، وهي قاعدة ساكتة بتبصلي وبتبتسم وبتبص في الأرض تاني، بنت مؤدبة وخجولة. فرحت، روحت على امي قلت لها: انا سالته واتقصت وعرفت وخلاص خدت الموافقه والتمام. طب ايه اللي حصل يا ابني؟ طب انت دخلت؟ طب انت شفت الناس؟ طب شوف انت اتكلمت معاهم؟ ايوه ايوه ايوه، انا اتكلمت معاهم وسالت عليهم، وانتوا عايزين تسالوا اسالوا. وابويا فعلا ما اقتنعش باللي انا عملته وراح وسال عليهم واتاكد ان الناس دي سمعتهم زي الفل، ناس محترمه جدا جدا فوق مستوى الشبهات. كل حاجة تمت بسرعة، خلصنا كل شيء، جبت لها كل اللي نفسها فيه، عملت لها خطوبة وجواز، طبعا هي اللي بتبقى عاملين الفرح بتاع الخطوبة، بس جبت لها شبكة، جبت كل اللي هي بتحلم بيه. انا عايزة ده حاضر، انا نفسي في ده حاضر، اعمل الشقة بالطريقة الفلانية، ديكورات كذا، حكايات كذا، حاضر حاضر حاضر. وبعد ما اتجوزنا وليلة الدخلة بقى اللي انا مستنيها على نار، ومظبط نفسي ومروق حالي ومش عارفة ايه، وطبعا عامل كل ده علشان اتجوز مش عشان اهزر. لقيت هنا طلعنا البيت ساكتة، مش بتتكلم مش بتنطق. دخلت خدت دش وطلعت، لقيتها لابسالي بيجامة بكم وبنطلون وقاعدة في السرير ومتغطية. في ايه يا بنتي مالك؟ قالت لي: انا عايزة انام. قربت منها وقلت لها: هنا احنا النهاردة دخلتنا، ويعني انت اكيد حاسة بيا وفاهمة انا عايزة اقولك ايه. قالت لي: انا مش قادرة، انا عايزة انام. وراحت فعلا نايم. قعدت اكلم نفسي لحد الصبح: انا عايزة اتجوز. طب في ايه؟ وهي جميلة وزي القمر، مراتي وحلالي وحاجة كده جامدة ونايمة جنبي مش قادرة المسها، بقيت هتجنن زي المجنون. صحينا من النوم الصبح، قلت لها: ايه؟ قالت لي: انا جعانة وعايزة افطر. البت بتكلمني كده. طيب يا امي الدخلة بتاعتنا. قالت لي: جعانة وعايزة افطر. قلت لها: حاضر.
حضرت انا الفطار، قعدتها تاكل، خلصنا اكل، قعدت جنبها بعد كده، قالت لي انا عايزه انام. قلت لها لا بقى، ما انا عارف اللي فيها، وانت عارفه ان انا عارف. ايه لازمته بقى؟ انا طول فتره الخطوبه مرضتش اجرحها بكلمه، مرضتش اجيب لها سيره اي حاجه من اللي حاصله او اللي انا عارفها. كنت بتعامل معاها عادي جدا وكانها بنت بنوت، وكأن مفيش اي مشكله، علشان ما حسسهاش بالنقص او ان هي عندها مشكله او اي حاجه من دي. لكن اللي هي بتعمله معايا مش مقدرة خالص ان انا سطرت عليها واتجوزتها وقبلت بيها. انا مش عايزة اكون صاحب فضل عليها، بس عايزها كانت تقدر ده. ما لقيتش اي حاجة من دي، ولقيتها البت بتعاملني معاملة قاسية وكأن انا اللي اتعديت عليها وعملت فيها كده وبوظت الدنيا. فالمهم جينا على بالليل، مش قادر طبعا، هتجنن، عايزة اتجوز، واصحابي عمالين يكلموا في التليفون: ايوه يا ميرو يا اللي مظبط الدنيا يابا، وانا ما عملتش حاجة خالص. فرحت متصل على ابوها، واحنا عندنا نظام اللي هم الاهل بيجوا بعد اسبوع، مش يوم الصباحية. يا عمي، عم سعيد، بنتك قافلة على نفسها، وانا انت فاهم طبعا، انا مش عارف انا عملت لها ايه وحش، انا عملت لها كل حاجة حلوة، والبت كل شوية انا عايزة انام، انا عايزة انام، انا عايزة اكل، انا عايزة انام. مش طريقة يعني، انا عايزة اتجوز. ايه ده؟ بتتكلم بجد يا امير؟ قلت له والله زي ما بقولك كده يا عم. خلاص يا حبيبي، انا جايلك النهارده اهو. قلت له يا ريت والله العظيم، يعني لو اتجوز النهارده يبقى حلو قوي كده. الراجل جه ومعاه امها طبعا، دخلوا الاوضه جوه، معرفش اتكلموا في ايه، وطلع لي حاج سعيد ده قال لي بص يا ابني، البت متعقده، نفسويتها تعبانه، ربنا يكفيك شر اللي هي فيه. ما بتفتكر بقى اللي حصل لها اليوم ده، ومش قادره ان هي تتجاهل الحاجه دي والاحساس ده، وعايزه تعيش معاك اللحظه، بس هي غصب عنها مش عارفه. قلت له انا مهيئ لها كل حاجه، بقول لها كلام حلو، بحاول اقرب منها، ما بقولش حاجه تضايقها ولا حاجه وحش في حقها. طب المفروض ان انا اعمل ايه تاني؟ اللي والله يا ابني انا وشي في الارض ومكسوف منك، انت عداك العيال، وعلشان كده انا حتما ولا بد اغصبها. قلت له لا، انا مش عايزك تغصبها، انا عايزه احس ان انا اتجوزت، عايزه اعيش انا ومراتي حياه طبيعيه، عايزها تتعامل معايا بطريقه كويسه، بس لا اكتر ولا اقل. على العموم يا عمي انا حاسبها، ومش هضغط عليها لحد اما هي بنفسها تقول لي يا سيدي يا امير انا عايزاك. حلو الكلام ده ولا وحش؟ قال لي والله يا ابني ما عارف اودي جمايلك فين. الله يصلح حالك، انا مش عارف يا ابني احنا وقعنا عليك منين. ودخل انت يا بت، انت تسمعي كلام جوزك، تحطيه في عينيكي وعلى راسك، شايفه الراجل المحترم، انت ما كنتش هتلاقي زيه قبل كده، وانت وامها قاعده ساكته ما بتتكلمش. روحوا، وقعدت شهر فهمت الناس كلها ان احنا دخلنا واتجوزنا والامور تمام. وهنا حرفيا ما بتخلينيش المسها، ما بتنامش جنبي في السرير الا بمسافه بعيده، وانا ببقى قاعد على نار وعمال احرق في نفسي واحرق في سجاير، وببقى حموت كده عليها، وهي مفيش اي احساس، مفيش اي حاجه. بعد شهر بدأت ان هي تتجاوب معايا، وجه في يوم قعدت جنبها وقلت لها بصي يا بنت الحلال، انا تعبت وعايزه اتكلم معاكي، انا خلاص نزلت شغلي وبمارس حياتي الطبيعيه وانا لسه ما اتجوزتش، طب انا ايه اللي جابرني على كده؟ بعدها لقيتها ساهمت بقى وقعدت ساكته كده، وبعدين قامت، عارفين الشغل الميري ده، دخلت خدت دش، لبست قميص، قعدت على السرير، وقالت لي خلاص انا معاك اهو يا امير، وان شاء الله من النهارده اللي انت عايزه كله هو اللي هيحصل. قلت خلاص الحمد لله، ربنا يهديها. والمهم حصل المراد، واليوم عدى، وبقيت فرحان وطاير من الفرحة. البنت جميلة وزي القمر، وانا النهاردة خلاص حسيت ان انا ملكت الدنيا كلها، حبيتها حب بجنون. بقيت حرفيا بخلص كل اللي ورايا واجري على البيت علشان اقضي الوقت معاها. كنت بعمل كل حاجة كويسة، باخدها وبفسحها وبخرجها، والحمد لله كان ربنا كرمني ومتيسر الحال، فكنت بجيب لها اللي هي عايزاه. دهب جبت لها، كل حاجة في الدنيا جبت لها، أهلها بقوا يجوا يقعدوا عندي ويسهروا عندي ويباتوا عندي، كنت بجيب لهم الحلو كله. ربنا كرمها وحبلت وجبنا ولد، والولد ده بقى عندي أغلى حاجة في حياتي، وسميته مراد.
طبعا لما ولدت كانت تعبانة، وأمها كانت تعبانة في نفس الوقت ده، والله أكبر، يعني جالها مرض وحش. فكان اللي جه بيجي ويراعيها وكده كان أبوها. هنا ما عندهاش اخوات بنات، ما عندهاش غير أخ ومتجوز. في الفترة دي أخوها خد مامتها عشان خاطر كانت تعبانة، وأبو هنا هو اللي كان بيجي يقعد معاها وهي والدة، كان بيشيل معاها العيل وكان بيعمل لها كل حاجة وبيراعيها، وأنا كنت بروح الشغل واجي كأنه أختها أو أي حاجة من دي. وأنا قلت طالما هي مرتاحة خلاص هي حرة، هي مرتاحة إن أبوها اللي بيعمل معاها الحاجة دي، مفيش مشكلة. ويا دوب مراتي ربعانت من هنا وجالنا خبر موت أمها. كانت صدمة كبيرة، وهنا انهارت وقعدت تعيط وتصوت علشان خاطر مامتها. وانا ساعتها قعدت اهديها، انتي لسه والدة، ما ينفعش الكلام ده، علشان اللي في بطنك. خدتها وديتها للدكتور عشان حالتها النفسية، وبقيت خايف موضوع اللي هي اصلا عندها صدمة قبل كده يأثر عليها، وبقيت مهتم بيها. عارفين اللي بتتعاملوا مع حد بالشوكة والسكينة والطبطبة والمدادية، لان هناء بجد كان اسلوبها صعب قوي. هي بنت زي القمر، زوجة جامدة، لكن اسلوبها كان صعب، على طول زعيق وعلى طول شخط وعلى طول عصبية. وانا دايما كنت بقول لنفسي معلش يا ولا يا امير، عندها حالة نفسية برضو، اللي حصل ده مؤثر على نفسيتها وغصب عنها. والايام عمالة تعدي. فبعدين جه في يوم كان في واحد جارنا مات وهو قاعد لوحده في شقته. بعدها بيومين لقيت هنا بتعاملني كويس قوي، وعمالة تدلع عليا يمين وشمال، وعلاقة وتظبيط ودنيا، وانا مش متعود منها على كده. انا متعود منها على اسلوب الشخط والنطر. هتقوليلي كنت عايش معاها ليه؟ هقول لكم كنت بحبها. المهم في عز ما احنا مع بعض في الموضوع ده، لقيتها بتقولي انا عايزة اطلب منك طلب يا امير ومش عايزاك ترفضه. قلت لها اموري يا قلبي، كله تحت رجليك، عايزة ايه؟ قالت لي انا بفكر بابا يجي يعيش معانا، اصل انا بصراحة خايفة عليه قوي من ساعة اللي حصل ده، واديك شايف الراجل مات ومحدش حس بيه غير لما ريحته طلعت. انا مش عايزة يحصل كده مع بابا. قلت لها حقك، والله انت عندك حق فعلا. اللي انت عايزاه يا حبيبتي ده بيتك وبتاعك، وشوفي اللي انت عايزاه، تجيبي اللي تجيبيه وتمشي اللي تمشيه. وبعدين ابوكي يعني ده راجل كبير، ويعني هيشرفنا ويأنسنا. تاني يوم على طول لقيت حاج سعيد جاي وجايب شنطته وهدومه وحاجته، وفعلا جه علشان يعيش معانا. هو كان موظف وكان خلاص يعني قرب خلاص ان الوقت بتاع الوظيفة ده تقريبا يطلع بقى على المعاش. قلت مش مهم يا ولا، ايه يعني، حماك هيعيش معاك، هتصرف عليه، ربنا مديك من وسع، مش هتقل من مصاريفه من حاجة، خليه يعني لقمته ديت مش هتخسر، حتى لو هو مش هيدفع حاجة، حتى لو معهوش فلوس مش مشكلة. وفعلا الراجل طلباته كتير، وانا ما كنتش بكل ولا من. كل يوم بالليل يقعد يسهر قدام التلفزيون، لب، مكسرات، حلويات، تورت، جاتوهات، وهنا قاعدة معاه. وبقيت أشوفها بتضحك وتهزر وسعيدة ومبسوطة، مش هنا خالص العصبية اللي أنا كنت عايش معاها. كنت فرحان وقلت يبقى هي بتحب أبوها قوي، علشان خاطر كده كانت زعلانة ومكتئبة، يمكن هي من النوع المتعلق بأهلها. وقلت بس ده عم سعيد ده هيجي يروق عليا، هناء هتبقى مبسوطة وأنا هبقى مبسوطة أنا كمان، ومش في دماغي بقى حاجة. لما المواضيع بقت بتتكرر قدامي كل يوم، الهزار والضحك والحاجات دي، أنا ما كنتش متضايق، بس لاحظت حاجة ورحت لهنا وقلت لها بصي يا هنا، أنا في حاجة واحدة بس اللي مضايقاني. انت بتبقى لابسة لبس عريان، يعني صدرك بيبقى باين، بتبقى لابسة شورتات قصيرة جدا، ومهما كان برضو أبوكي بس برضو عيب. قالت لي لا أنا متعودة بلبس قدام بابا أي حاجة. قلت لها انا معرفش والله، انا اول مره اعرف، انا ما صدفتش اشوف كده، بس انا بصراحه متضايق، يعني برضو حتى لو كان هو ابوكي، انا برضو المنظر لازم يبقى عندك حياء. انت قصدك ايه يعني؟ وفيها ايه لما اقعد قدام بابا كده؟ ده انا لو عريانه بابا يغطيني، ده كان بيحميني وانا صغيره، ده كان بيقلعني البامبرز، ده كان. قلت لها بقول لك كلامي واضح، بقول لك من الحياء، يعني من حياء الواحده ان هي اكيد ما تقعدش قدام ابوها كده. ابوها وانا عارف طبعا ده ابوكي، يعني مفيش ابوكي صعب، يعني مش دماغي مش في حاجة وحشة، بس انا شايف ده لازم تبقى عندك شوية حياء عن كده. طب خلاص، ولا كأني اتكلمت.
بتهزر وبتضحك وقاعدة برضو بالطريقة دي، ده كأنها بتعاندني. لحد ما في مرة دخلت نمت بدري وسبتهم علشان كنت تعبان، ومعرفش ليه بقى يجيلي صداع فظيع في الفترة الأخيرة. بقيت ببقى تعبان ودماغي وجعاني فبدخل أنام واسيبهم. ففي يوم صحيت من النوم داخل الحمام جري خطف كده، لمحت هنا قاعدة على رجل أبوها. اتخضيت ورجعت، كانت هي قامت وشافتني كده ومتنحة، فبقول لها هو في ايه؟ قالت لي ده انا وقعت على رجلين بابا وانا قايمة، وقاعدة تضحك. وقعدوا هما الاتنين يضحكوا ان هي كانت بتلاعب ابني يعني، ووقعت ساعتها ايه على رجلين ابوها. دخلت الحمام ودخلت نمت. بس تاني يوم بقى طول ما انا واقف في الشغل وطول ما انا قاعد شكلهم مش بيفارق خيالي. انا ابني ما هو الصغير وبدأ يكبر واكيد وبيتكلم كلام يعني ان انا افهمه يعني، وبعدين ارجع اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هي هتبقى قاعده على رجلين ابوها ليه يعني؟ اكيد هي وقعت فعلا زي ما قالت لي، واستعيذ من الشيطان، وقال الشيطان وحش ومستحيل حاجه شبه كده. وطبعا انا عارف ومتاكد ان الحاجه دي مستحيل تحصل، فما فيش دماغي حاجه. لحد ما بعد الواقعه دي تقريبا ب10 ايام كنت كملت تقريبا 5 سنين جواز انا وهي. معرفش كان قلبي وجعني وكانت دماغي وجعاني والصداع مش راضي يسيبني، والصداع زاد عليا قوي قوي في الوقت ده وانا في الشغل. فقررت ان انا ارجع من الشغل بتاعي. ما اتصلتش عليها ولا كلمتها علشان اشوف طلباتهم ايه وانا مروح زي ما بعمل. روحت البيت عادي ودخلت مش مدي اخوانا. واول ما دخلت الشقة سمعت صوت اهات وهمهات وحكايات يمكن انا ما بسمعهاش وانا معاها. فانا اتراجعت كده، ايه الاصوات دي طالعة ازاي ومن مين؟ طب هو حماية مشي يعني؟ طب انا مع مين في الأوضة؟ طب في ايه؟ ورحت ماشي متسحب كده لحد ما وصلت لأوضة نومي، وبفتح الباب وكانت المصيبة اللي أنا بجد اتشلت ووقفت في مكاني لما شفتها. أنا عمري ما خطر على بالي إن في الحقيقة حاجة كده. أنا دايما بقول إن الناس بتأفور وبتكذب وبتتبلى، بس أنا شفت بعينيا ما بقتش مصدق وما بقتش عارف إيه اللي أنا شايفه ده وإزاي وليه وعشان خاطر إيه. رحت واقف لهم هما الاتنين وأقسم بالله هقتلكم لو ما فهمتش. انت عارفين اللي مش مصدق وعايز يفهم، معرفش جت معايا بطلب ان انا عايزه افهم ليه. ولقيت هنا لأول مرة بقى بتتكلم معايا وحكيت لي على كل حاجة. الأستاذة هناء من وهي صغيرة لسه وهي وأبوها كده مع بعض، وواضح إن الولية كانت عارفة، كانت مغلوبة على أمرها وسكتت وسابتهم للأسف. سابت بنتها مع جوزها بالشكل ده، سابتهم يعيشوا هو بينهم. اللي بيحصل ده مصيبة وكارثة معالجتهاش، وفضلوا مع بعض لحد ما انا بقى اتعبطت ورحت اتقدمت لها، وشافوا بقى واحد اهبل عبيط هيوافق اهو، ووافقت بعد كده اهو، ده حد هنشيله الشيله وهيعيش وهنفضلوا عايشين زي ما احنا عايزينه وبمزاجنا عادي. يعني هو كان السبب في ان هي تفقد عذريتها، وهو كان السبب ان هي تبقى مش بكر، وفي نفس الوقت فضلت عايشة معاه العمر ده كله ما كانش في دماغها ان هي تتجوز. ويمكن لما كلام الناس او يمكن حد كان حاسس بقى العالم بيهم ربنا. ولما انا رحت دبسوها لي اسوأ معاملة، انا قعدت شهر مش عارفة المسها، واسوأ معاملة وانا قدمت لها كل حاجة واتضح في الاخر ان انا مغفل. هو ده جزاتي علشان قررت ان انا اساعدها، وقلت اقف مع واحدة مجني عليها ومغلوبة على امرها. علشان كده من اليوم ده انا رحت على طول وبلغت ورفعت عليهم قضية. وقفت كده قدام المحكمة وقلت انا عايز اطلق مراتي عشان كذا 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 كذا. فضحتهم قدام الدنيا كلها علشان مش من حقها تاخد مني اي حاجة، تطلقني وتروح تاخد مني نفقة وتاخد ابني تربيه تعمل ايه وتطلعه عامل ازاي. وعلشان كده انا جاي احكي حكايتي عشان محدش يغلط غلطتي. اللي بيعمل خير في الزمن ده غلطان. اوعى تعمل كده، اوعى يتعرض عليك عرض زي ده وتوافق، لان انت ممكن تتفاجئ بعد كده بسبب اصلا اللي انت رضيت بيه ده حاجة ما كانتش تخطر على بالك. انا مش عارف انا نسيبت الناس دي ازاي، والسمعة الطيبة والاخلاق، محدش يعرف ايه اللي في البيوت المقفولة.
البيوت بيبقى مقفول عليها بلاوي ومشاكل ومصايب كتير، وأنا النهاردة دخلتكم بيت من البيوت دي وعرفتكم قصة أمير وهنا. طبعا الأسماء مستعارة، والغرض من القصة أخذ العظة والعبرة. قولولي بقى، لو انتوا من البداية وكنتم مكان أمير عن حق، كنت هتوافقوا أصلا تتجوزوا واحدة وانتوا عارفين إن هي عندها مشكلة زي ديت ولا لأ؟ ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا. لو كملت القصة ما تنساش تشاركنا برأيك تحت أسفل التعليقات، لأنه أكيد بيهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة. سلام عليكم.